الست حنان كانت كل يوم بعد صلاة الفجر تقوم تخبز وتروح حاطة رغيف على شباك بيتها لأي غلبان معدي ياخده. كان في راجل أحدب فقير كان بيعدي كل يوم في نفس الميعاد عشان ياخد الرغيف، وكل مرة بدل ما يشكرها كان يقول وهو ماشي: الشر اللي تعمله يا ابن آدم هياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك حي. الست مع الوقت ابتدت تتضايق وتقول لنفسها: هو كل يوم ياخد الرغيف ويقول الكلمتين دول ويمشي؟ قصده ايه يعني؟ اتغاظت وراحت قايله: طب والله ما انا حاطه له بعد كده. تاني يوم الصبح ضميرها أنبها، قالت لنفسها: هو انت بتعملي الخير ده عشان مستنيه شكرانيه من الناس ولا لله؟ استعاذت بالله من الشيطان وقامت عملت الرغيف وحطته على الشباك زي كل يوم. جه الأحدب وخد الرغيف وراح قايل نفس الكلام: الشر اللي تعمله يا ابن آدم ياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك حي. اليوم ده بالليل سمعت تخبيط على الباب، فتحت الست حنان لقت ابنها اللي كان غايب بقاله زمان، وكانت بتدعي كل يوم يرجع لها بالسلام. بس ايه بقى، راجع هدومه متقطعة وتعبان وجعان. بعد ما أكل واستحمى وارتاح كده قعد يحكي لها بقى عن الرحلة وقد ايه كانت صعبة. فبيقول لها: اسكتي يا أمي، ده أنا وأنا راجع الزاد اللي معايا خلص وأنا لسه في نص الطريق، وخلاص قربت من البلد، وقعت من طولي وشايف ديب من بعيد، بس مش قادر حتى أقوم أهرب ولا أعمل أي حاجة، وأيقنت خلاص إن أنا ميت ميت. لقيت راجل أحدب غلبان كده بيشيلني وبيسندني، طلعني منين والله ما عارف، ربنا يبارك له. قعدني تحت شجرة وشربني واداني رغيف عيش، ببص ما لقيتش معاه غيره. قلت له: طب انت هتاكل ايه؟ قال لي: يا سيدي ربنا هيبعت لي غير، انت محتاجه دلوقتي اكتر مني. الست اول ما سمعت الكلام ده قعدت تعيط، نزلت تسجد سجدة شكر وتقول: الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا ما طاوعت الشيطان. وافتكرت انها لو ما كانتش حطت رغيف العيش زي كل يوم كان ابنها مات من الجوع. الست حنان ساعتها افتكرت معنى مقولة الأحدب بتاعت كل يوم: الشر اللي تعمله يا ابن آدم هياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك.